السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن حال. حبايبي اللي بيشوفوني لاول مرة ياريت يشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. معانا النهاردة صينية الرز المعمر، هعملها لكم بأبسط المكونات وأبسط طريقة، والنتيجة زي ما هتشوفوا معايا تحفة وروعة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معانا الرز بتاعنا المصري الجميل، غسلينه ونقعينه ربع ساعة اكتر شوية، يبقى زي ما انت حابة بس ما تنقعهوش كتير. بعد كده بنجيبه وبنسيح كده حتة زبدة على قد الرز بتاعنا، وكمان معلقتين قشطة حلوين كده وهي سخنة نحطهم في الزبدة معانا. واول حاجة هنحطها على الرز الزبدة بالقشطة علشان كل رزية تتشبع بكمية زبدة وقشطة حلوة قوي، علشان يبقى مفلفل معانا ومتشرب منها وطعمه ولا اروع من كده. هنبدأ نقلب كده القشطة في الزبدة وهي سخنة، وبعدين نروح حاطينها على الرز بتاعنا، نقلبها بقى كده مع الرز كويس قوي قوي. وبعد كده نجيب اللبن بتاعنا يكون سخن ونحط عليه الكمية المناسبة ليه. طبعا يا جماعة قبل كده بنكون مسخنين الفرن على اعلى درجة عندنا على ما نعمل الشغل ده كله. نظبط اللبن بتاعنا، وعايزة اقول لكم على الملح ما تحطوش مباشر على الصينية بتاعتك، دوبيه الاول في شوية لبن او في شوية المية اللي انت هتحطيهم علشان تضمني ان الملح بتاعك يتدوب باكمله وتوزع على الصينية بشكل صح. واللبن بتاعنا يا دوبك بيغطي كده الرز فوق بعقلة صبع زي ما انا بشاور كده، او زي ما انا قايله لكم قبل كده ان الحركه بتاعه الرز بتبقى سهله معايا في قلب السائل اللي انا حاطاه سواء لبن سواء ميه. بندخل بقى الصينيه بتاعتنا على اعلى درجه زي ما احنا قلنا، وده الشكل النهائي معانا. والله يا جماعه طعمه في منتهى الجمال وطري وجميل ولذيذ. هتشوفوا معايا دلوقتي ازاي هو طري جدا، والطراوه دي جايه من الزبده مش من اي حاجة تانية، لان الزبدة هي بيبقى فيها كمية مية بتخلي النسيج بتاع الحاجة طري معاكي وهش. شايفين يا جماعة وانا بقطعه مش ناشف من على الوش ازاي؟ ممكن تعملي تريكة كده ان انت بتقيدي في اول 5 دقايق الشواية من فوق مع الفرن من تحت، علشان الوش يتحمر معاكي شوية كده، ما تحمروش قوي علشان لسه لما ياخد سوال كامل مع التسوية الكاملة بتاع الفرن من تحت ما يتحرقش منك من فوق. يعني حمريه شوية من فوق بس مش قوي، ويطلع معاكي بالجمال ده. شايفين يا جماعة انا بتك عليه طري ازاي، والطعم ولا الريحة. يلا كده خلصنا صينيتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والدعوة الحلوة منكم ليا ولأولادي بصلاح الحال، وبالهنا والشفا ليكم، ويا رب يسعدكم ويسعد اوقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.